لما موبايلك بيفصل شحن بتجري على الشاحن او على الباور بانك. طب عمرك فكرت لما فلوسك تفصل شحن يعني تخلص هتجري على ايه؟ بالتاكيد هتجري على الاصول اللي عندك، منها الذهب تروح تبيعه بسرعه هيتباع معاك وهتاخد سيوله، ولو عندك عقارات هتروح تبيعها برضه وهتاخد سيوله. بس خلي بالك مش كل العقارات بتتباع بسرعه، كل العقارات بتتباع ولكن السرعه بتفرق. انت ممكن تكون بتمر بازمه وعندك عقارات عايز تبيعها مش عارف، فهنا انا دوري ان انا بشتري لك الحاجه اللي فعلا تتباع بسرعه معاك. بجيب لك عقار عليه طلب، في مشروع عليه طلب او في منطقه عليها طلب، ببقى عامل حسابي لاي طارئ ممكن يحصل خلال فتره الاستثمار. ممكن تمر بازمه تحتاج سيوله فتقول لي حسام يلا عايزين نبيع، اقول لك يلا نبيع في خلال وقت قصير جدا، نبيع ونعمل مكسب او حتى نعمل سيوله. وده الغرض من العقار. في ناس كتير عندها عقارات ما بتعرفش تبيعها للاسف، لان هو او بتاخد وقت طويل جدا، خلينا نقول بتاخد وقت طويل جدا في البيع لان هي اختارت من البدايه غلط. فعلشان تختار صح من البدايه تواصل معايا، ابعت لي بس كلمه انفست في رساله وانا ان شاء الله هساعدك بافضل الفرص اللي موجوده دلوقتي.